أهلا بيكم في كلام إلهام. كلنا أكيد نتمنى إن الأشخاص اللي احنا بنحبهم يفضلوا على طول معانا ويفضلوا حوالينا وفي حياتنا، لكن أحيانا مش ده اللي بيحصل. أحيانا نلاقي طرف من الأطراف عاوز يخرج برا العلاقة دي ويقول للطرف التاني إن هو عاوز ياخد فترة بريك كده، أو عاوز يبعد شوية ويشوف الدنيا لأن هو مبقاش مرتاح زي ما كان في الأول. الطبيعي ان الطرف الاولاني بقى يتقبل الموضوع ده ويدي الطرف اللي طلب المساحة دي يديله مساحته ويخليه يبعد شوية ويشوف الدنيا هتبقى عاملة ازاي معاه من غير وجوده فيها. لكن اللي بيحصل بيبقى العكس من كده تماما. بنلاقي ان في شخص بيتمسك جدا بالطرف اللي قدامه ده ومش عاوز يسيبه، وهو بنفسه اللي طلب منه ان هو يسيبه ويديله مساحة، لكن هو مش عايز يعمل كده، عاوز يفضل معاه ويفضل دايما يدي بقى مشاعر حب وحنية واهتمام لحد مش طالبها اساسا ومش عاوزها، وقال له كده بالصريح العبارة: انا عاوز اخرج بره العلاقة دي شوية دلوقتي. هو طبعا بيقول شوية، لكن الحقيقة بتكون ان هو خلاص زهق، عاوز يمشي بره العلاقة دي. يعني ده معناه ايه؟ معناه حد بايع. انتوا بقى ليه تتمسكوا بحد بايع؟ ليه تفضلوا تقنعوا الشخص البايع ده ان هو لا وخسران ولازم يستنى لانه هيخسر كتير قوي حب وحنان واهتمام؟ ما هو مش عاوزهم، وقال ان هو مش عاوزهم، وقال ان هو عاوز يكمل لوحده او هيكمل مع حد تاني. انتوا بقى اللي مش مقتنعين بالكلام ده وبتقولوا لا ده هو بس فترة كده، ده هو يمكن مضغوط او وراه حاجة في الشغل مضايقاه او كده، ونفضل ندي اعذار كتير لشخص ما طلبش مننا اصلا ان احنا نوجد له اعذار. هو طلب بصريح العبارة كده ان هو يقطع العلاقة دي، وكل ما الشخص ده يبعد عنكم تلاقوا انتوا بتجروا وتقربوا منه اكتر واكتر ونفسكوا جدا ترجعوا تاني تحسوا بالامان في وجوده معاكم وحواليكوا كده وجنبكوا. لكن الحقيقة مفيش امان لان خلاص العلاقة انتهت، بس انتوا اللي رافضين تعترفوا ان العلاقة دي انتهت. انتوا فاكرين بمطاردتكم للشخص ده ان انتوا بتحاولوا تحننوا قلبه شوية وتوروه قد ايه هو مفتقد الحب والحنان ده، اللي هو بالمناسبة مش مفتقده تماما يعني، وان هو لو رجع تاني هيبقى محبوب اكتر ومش هيبقى لوحده، وهو ما عندوش في الحقيقة كل المشاعر دي. المشاعر دي جواكوا انتوا اللي حاسين بالوحدة، انتوا اللي بتفتقدوا مشاعر الحب والحنان من الشخص ده، انتوا اللي عاوزينه على طول يفضل معاكوا وحواليكوا وفي حياتكوا، لكن هو مش عاوز كل ده. يعني محاولاتكوا دي كلها ايه؟ فاشلة. محاولاتكوا دي كلها نتيجتها ايه؟ ان الشخص ده بيبعد اكتر واكتر ويبقى متضايق ومتغاظ اكتر واكتر ويقول لنفسه ما انا قلت اهو، ما انا قلت ان انا مش عايزه اكمل، ايه الداعي للمطاردات الشديده دي؟ ويبتدي بقى يبقى التعامل بايخ والكلام جارح. طب وليه؟ ما احنا نوفر على نفسنا كل ده، ولما الشخص يطلب هدنة نديها له، لما الشخص يطلب ان هو يقفل الباب نقفله ونرزعه في وشه برضه، لما الشخص يطلب ان هو يمشي نفتح له الباب على مصراعيه ونعمله تعظيم سلام ونقول له اتفضل كمان. كده احنا بنشتري نفسنا وبنشتري كرامتنا، لان كل ما احنا بنحاول اكتر نقرب من الشخص ده كل ما كرامتنا بتتهان اكتر، لان احنا بنحاول ندي تنازلات اكتر ونحاول نقلل من نفسنا اكتر ونتذلل لشخص شايف ان كل المحاولات دي بائسة وان احنا اشخاص بائسين وانتوا بتبوظوا شكلكم قدامه بنفسكم. طيب بالمختصر المفيد، لما شخص يحاول يخرج من العلاقة اللي بتربطكم ببعض تعملوا ايه؟ واحد، نديله المساحة اللي هو طالبها وما نقفش ابدا في طريقه، نخليه يمشي بمنتهى البساطة والسهولة، لا عتاب ولا ألم ولا تحسسوه بالذنب ان هو سابكوا بعد الحب الكبير والكلام ده كله خالص. منتهى الهدوء والعقل كده نخليه يبعد ويمشي في حياته وربنا يوفقك في طريقك واحنا كمان ربنا يوفقنا في طريقنا. اتنين، نمنع تماما اي باب مفتوح بيننا وبينه. يعني لو في اصدقاء كانوا مشتركين وهم اصلا هو اللي معرفكوا عليهم يعني، يبقى خلاص دول نخرجهم برضو من حياتنا، لان وجود اللينك ده هيخلينا دايما بنحاول نعرف اخباره وبيعمل ايه وبيقابل مين، وكل ده بيزود عذابنا احنا، في حين ان هو ابتدى يعيش حياته عادي جدا. يبقى احنا كمان الافضل نعيش حياتنا عادي جدا ونحاول نقفل الباب اللي بيجيلنا منه اخباره، كده افضل كتير. 3، بقدر الامكان نوفر على نفسنا احساس الالم وان احنا اتسبنا واتخنا والكلام ده كله، ونحاول نتعدى المرحلة دي بأسرع وقت ممكن، لأن كل ما بنكون موجودين في المرحلة دي وبندي نفسنا الأحاسيس السلبية دي كل ما الموضوع بيزيد معانا أكتر وأكتر وممكن يتقلب الاكتئاب، وأكيد احنا مش عايزين كده.
هي حاجة صعبة، احساس الفقد ده احساس وحش جدا جدا، واكيد اللي بيمر بيه بيبقى صعب جدا عليه. لكن اللي انا بقوله ان احنا نحاول بقدر الامكان نساعد نفسنا ان احنا نخرج بره الدايرة دي عشان نستعيد ثقتنا في نفسنا بسرعة، ونقدر نقف على رجلينا تاني في اسرع وقت ممكن. 4، نركز كويس جدا بقى في حياتنا احنا، ونبتدي نشوف ايه اللي كان فايتنا ونبتدي نركز فيه اكتر واكتر. الشغل اللي احنا اهملناه فترة من الوقت نرجع تاني. هواياتنا اللي احنا اهملناها علشان كنا مركزين مع الشخص ده، لا نرجع نعملها تاني. ونحاول بقدر الامكان نقرب مننا اصحابنا وكل الناس اللي بنحبهم، ونحاول نعمل خروجات بقى وايفنتات مع بعض، ونعيش حياتنا ونبتدي واحدة واحدة نرجع لحياتنا القديمة تاني، ونبتدي نركز في حياتنا تاني، ونبتدي نقنع نفسنا ان احنا نستاهل نتحب، ونستاهل كل حاجة كويسة في حياتنا تحصل لنا، وان احنا اكيد في المستقبل ربنا هيرزقنا بحد يحبنا ويكون فرحان بينا غير الشخص اللي سابنا ومش عاوز يعرف عننا حاجة ده. واتمنى ان انا اكون فدتكم، واي حاجة قلتها دلوقتي ساعدت ولو واحد فيكم بس ان هو يستعيد تاني احساسه بحياته اللي هيبتديها تاني لوحده لحد ما ربنا يبعت له النص التاني. واشوفكم على خير في الحلقة الجاية من كلام إلهام، استنوني.